مع بدء العد العكسي لمؤتمر القمة العربية في بغداد، تعالت الأصوات المذكرة بالأزمة النائمة، قضية الهاشمي المتهم بقضايا إرهاب. الرئيس مسعود البرزاني كشف عن قناعة يمتلكها بوجود جوانب سياسية في اتهام الهاشمي، بعدما أعلن صراحة عن رفضه تسليم الأخير للقضاء العراقي، داعيا الرئاسات الثلاث للاجتماع بغية حل القضية على طاولة السياسيين وليس تحت قبة القضاء. القضية بها جانب سياسي ومسيسة إلى حد ما، وليس كل ما يقال أو ينشر في الإعلام ليس هذه كل الحقيقة، ربما في جوانب أخرى غامضة. رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم طالب بتهيئة أجواء ملائمة لعقد المؤتمر الوطني العراقي. ما يهمنا هو أن يعقد هذا اللقاء في أجواء تساعد على تحقيق الإنجاز المطلوب والهدف المطلوب من هذا اللقاء الوطني، وهو دفع العملية السياسية إلى الأمام وإذابة الجليد وحل الإشكاليات العالقة. أربيل تعيش حراكا سياسيا يوضح حجم الخلافات بين الأقطاب السياسية العراقية في وقت تستعد فيه بغداد لرئاسة القمة العربية المثقلة بالملفات الشائكة والمعقدة على خلفية ما تعيشه المنطقة. أحمد الصالح، العربية، أربيل.